دايما الخطأ بيكون من الإنسان ولا الخطأ من الحيوان دكتور حماد؟ طبعا في الاصل بيبقى من الانسان، لان الحيوان ده اتعمل، ده نازل يعني صافي خالص. صح. هو بيتلقى خبره سيئه بقى من حد، يعني حتى لو مش نفس صاحب الحاله، الخبره اللي قبل كده حد ضربه، حد اذاه، حد صح. شده من ودنه، حد شده ما بينساهاش. لا، بتبقى محفوره في دماغه ذاكره، فممكن تحصل بعد كده في المستقبل، يجي حتى مع صاحب حاله جديد، يعني يحصل ردة فعل، هو يتعجب ردة هو فعل ليه عمل منها كده، يروح نقول له يدي لا ده أكشن هو بقى. متخزن. ممكن يضرب، ممكن يعض، ممكن يخبط، يعني ده بيبقى برضه خبره. مثال للحاجات دي قوي البغال عندنا هنا في مصر، يعني كل الناس بتقول ان البغال شقيه وشرسه. انا رحت مره الهند تبع جروب برضه، البغال هناك يعني في منتهى الجمال والهدوء. فلما رجعت هنا، لا، الخبره اللي بتاخدها البغال من سوء المعامله هي اللي بتخليها. البغل بيبقى حساس جدا، ما بيحبش حد يعامله وحش ابدا. معلش هنا لازم استقطعك.